مساء الخير. معانا حكاية النهاردة، يعني ممكن نقول عليها مش زائد 18، هي زائد 40. استحملوني فيها لأن فيها حاجات كتير مش عارفة ازاي هصيغها بأقل الأضرار والكلمات، بس لا نحاول مع بعض. الحكاية على لسان زوجة شابة لسه في بداية الجواز، ممكن نقول ان هي بقالها سنة. جوزها كان فاكر ان هي ضعيفة وهتكون ضحية وهتنهار، بس الحقيقة انها طلعت مخرجة كوميدية وقلبت القصة كلها من قصة حزينة هي فيها ضحية لقصة اكشن وكوميدي في نفس الوقت. قصة نرفع لها القبعة، نسمعها مع بعض ونشوف يا ترى هي فعلا كان قدامها حل تاني، لان فعلا انا عاجزة عن ان انا اقول لها عن اي حل او افكر معاها بصوت عالي. حتى هي فاقت توقعاتي وتوقعات ناس كتير. نسمع القصة مع بعض وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. الحكاية بتبدأ تقول: انا زوجة زي اي زوجة، بقالي سنتين متجوزة، وكنت متجوزة والدنيا تمام، وبعد قصة حب سنتين تقريبا او حاجة زي كده اتجوزت جوزي وكنت حامل، وبدأت من وانا بعد ما اتجوزنا بشوية اكتشف مصايب وكوارث وحاجات كتير قوي. اول الكوارث اكتشفت ان جوزي متعدد العلاقات، ومش علاقات بس بالستات، لأ، ستات ورجالة. بدأت أقرأ شتات، بدأت أكتشف حاجات، بدأت أشوف تصرفات غريبة جدا ملهاش علاقة بالإنسان اللي معايا والبني آدم اللي معايا. هكرت تليفونه وبدأت أتابع وأقرأ وأسمع لحد ما اكتشفت إن هو بيظبط علاقة مع واحد ومراته، مفروض إن هما هيجولوا البيت. طيب أنا كنت وقتها حامل، وعشان خاطر يخلص مني في اليوم ده تلكك لي على اي حاجة ومسكني يرنني علقة موت وانا حامل، ودي ما كانتش اول مرة يضربني فيها. طبعا انا ما كنتش لسه اكتشفت الموضوع ده، انا اكتشفته بعدين لما جه صالحني ورجعت بقى وبدأت ان انا اركز لاعرف هو ليه عمل كده. وطبعا لما اكتشفت اتصدمت، وبعديها رحت اشتكيت لاهله وقلت لاهله حصل من ابنكم كذا وكذا وكذا وكذا. اهله قالوا لي لا، ما فيش حاجه من الكلام ده، احنا ابننا بس ممكن بسبب الضغوط وما فيش الكلام ده، وكدبوا كل الكلام وفضلوا يقولوا لي اصل هو ملبوس، اصل انتوا او انتي ملبوسه، وفي سحر وفي 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 وفي، وطلعوا لي الموضوع كله على فشوش، وان انا اللي بيتهيأ لي عشان احنا معمول لنا اسحار، وان انا عليا عفريت وني وني وني. ما عرفتش اخد لا حق ولا باطل ولا حقي، ومحدش وقف معايا، انا من اهلي وانا من اهله. طلعت انا في الاخر يعني بيتهيألي. طبعا معايا الاثباتات ومعايا الكلام ده كله. رجعت ومفروض ان هو حالف انه خلاص مش هيعمل ده، وفعلا شويه ولقيته برضه رجع تاني يكلم ناس ونفس الموضوع تاني، وبرضه بيمد ايده. ما كانش قدامي حل وقتها غير ان انا جيت في يوم قبل الفجر، صحي من النوم وانا نازله فيه ضربه، عماله اضرب فيه واصوت واقطع واخربش فيه واخربش في نفسي واصوت واعمل اصوات واعمل طريقه كاني انا ملبوسه بجد. قررت ان هو هبل بهبل، خلاص انا هاخد حقي عن طريق ان انا ملبوسه ومجنونه وي 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 والكلام ده. وهو من صدمته، من هول الصدمه، لاني سالتها وعمل ايه، قالت لي هو من هول الصدمه ما كانش عارف ينطق ولا عارف يتكلم. وبعد كده بقى كلمت اهله وقلت لهم الحقوني، وانا اللي عمل اتمكن مني، والجن اللي عليا اتمكن مني، وما اضمنش نفسي، انا ممكن بعد كده اقتله لكم. دولي من بعديها احترم نفسه تماما، بطل يمد ايده عليا، بطل يعمل اي مشاكل، والدنيا بقت تمام نوعا ما. خلصت الدنيا وبدأ برضو في علاقات، بس انا ما بقتش اركز، دخلت في دوشة الحمل وفي الدنيا دي كلها، ومشيت الدنيا لحد ما خلفت بنتي. لحد ما فجأة في يوم لقيت واحدة بتكلمني، كنت انا مطنشها شوية ان انا اراقبه او اهكر تليفونه او كلام، او ان انا اتابع الكلام كله. واحدة بتكلمني من اكاونت وبتحاول ان هي تقول لي انت قاعدة معاه ليه، انت ما عندكيش دم، انا وهو متفقين على الجواز، احنا الدنيا ما بيننا تمام، وانتي في الاخر هيرميكي وهو ما بيحبكيش، وامشي بكرامتك احسن لك بدل ما هو اللي يمشيكي.
طبعا اول حاجه انا انبسطت انه اخيرا حدد موقفه ان هو بقى مع ستات بس، لاني زي ما قلت لكم انه متعدد العلاقات ما بيفرقش معاه ايه العلاقه هتكون مع راجل ولا ست، وطبعا دي مصيبه تانية. انا مش عارفه